بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم رايحين نشوفوا هذه القندوره مع بعض ان شاء الله، مطروزه بطرز الميكرو الامام والخلف. هنا هذا هو الخلف. بدايه هنا هذا هو الامام، طويته على 2. انا شريت قماش القطيفه 3 متر باش نفصلها الداخل في الخارج باه تكفيني. فتحة الرقبه 16 سنتيم، فتحة الابط كما راهو يبان 23 سنتيم، طول لابانس درت 22 سنتيم، وهنا أنزلت بخط مائل حتى نهاية طول الفستان. من الجوانب طلعت ب9 سنتيم. نفصل الأمام ونرجع إن شاء الله. هنا بعد ما فصلت الأمام، ها هو أمامكم، رايحة نضع الأمام فوق الخلف ونفصل بنفس القياسات، ما عدا في الظهر راح نزيد 2 سنتيمتر على جال هذيك الخياطة اللي تجي في الظهر. هنا أنا فصلت الخلف والأمام، هذا الخلف وهذا الأمام. متر من قماش قطيفة الهواء، نفس الألوان اللي موجودة في هذا القماش تاع قطيفة الهواء موجودة في الفستان. فصلت الذراعين، وهذا الجزء الزائد راح نستعمله كشكشة في اليدين. وهنا كما راح تشوفوا راح نعمل أيضا حزام للفستان بنفس قماش الذراعين، أي قماش قطيفة الهواء. هنا بطنت الأمام والخلف وخيطت الكتفين. استعملت هاد البيارات يتشراو بالميزان، هاهم هنايا أمامكم. حطيتهم هكذا عشوائيا من الأمام ومن الخلف، ثم استعملت الحديد يلصقه. هنا إن شاء الله نبداو في التعمار تاع الفستان. كما راهو يبان أمامكم هادو لي زيستراس شريتهم في الذهبي، راح نستعملهم في هذيك الأشكال اللي جاية على شكل حلزون. راني نبين لكم بالأصبع كامل، نحط لها لي زيستراس كما راهو مبين في لا فيديو. رايحة طبعا نلصق بالغراء، ثم طبعا نعاود بالإبرة والخيط. نظنها واضح في لا فيديو. هذه الأشكال اللي راني نبين لكم فيها كامل نستعمل فيها هذاك لي زيستراس. هنا أني كملت الخدمة تاع لي زيستراس. طبعا كما قلت لكم لصقتهم بالغراء باش تجي الحالة متقونة، وبعدين استعملت الإبرة والخيط. هذا هو الغراء اللي نستعمله أنا في الخدمة تاعي، يدير التيب يدير 25,000. الآن راح نكمل التعمار. هذه البيارات اللون تاعهم بنفسجي راح نحطهم في الأماكن اللي باينة أمامكم، يعني في كل رسمة باللون الأخضر راح نحط بيارة باللون البنفسجي. طبعا راح نستعمل الغراء، وبعدين أيضا راح نستعمل الخيط والإبرة. هنا أني كملت، حطيت هادوك لي زيستراس تاع، عفوا ماشي لي زيستراس، بيارات
باللون البنفسجي. هاو يبان أمامكم هنا منظم واضح. اللون الأخضر راح نحطهم في هذا الشكل تاع الطرز. راح نستعمل نفس التقنية، أي نلصق بالغراء ثم نعاود بالإبرة والخيط إن شاء الله. طبعا نكمل التعمار تاع الفستان، نلصق الذراعين وتشوفوا إن شاء الله الفستان أو القندورة جاهزة. هنا أنا كملت إن شاء الله الفستان، هاو يبان أمامكم بعد ما كملت هذوك البيارات باللون الأخضر. هاو الشكل النهائي، إن شاء الله ينال إعجابكم. صدقوني في لبستها جات هايلة، جات تهبل. استعملت لاستيك في الذراع من الأسفل، وهذا هو شكل التعمار تاع الأمام. هذا الفستان من الأمام، هذا الحزام بنفس قماش الذراعين، أي بقماش قطيفة الهواء. كما قلت لكم من قبل شريت نصف متر. وهذا الخلف تاع الفستان. ان شاء الله يعجبكم الفستان. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير، ما تنساوش كالعادة اشتراك وتفعيل الجرس، وما توفيقي الا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.